السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نهضر على السوجي اللي راه داير ترند في التيك توك، تاع الفرمليه اللي دارت لايف وصورت جثه ميت. قبل ما نبدا ندخل نهضر على الموضوع، اللي ما راهش مشترك في القناه يدير ابوني وخلوا لي الراي تاعكم في التعليقات وديروا لي جيم فضلا وليس امرا. حاجه الاولانيه كما نعرفوا باللي قطاع الصحه حاجه اللي كيما نقولوا قبل ما نخدموا ولا نتقاضوا الاجر كاين حاجه سموها الانسانيه. يعني اي انسان يخدم في هذا قطاع الصحه يليق تكون عنده الانسانيه، باسكو كاين ناس مرضى، كاين كبار، كاين صغار. جور هكا بنادم قدامك كل يوم هكا ديري له السيروم وتقي له الجرح تاعه، وكل يوم تشوفيه ويكون مريض ويتعذب قدامك حتى غدوه يقولك انا لله وانا اليه راجعون. هذه ماشي حاجه سهله ياك، هذه متفقين معاه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، دروك هذه كي دخلت في قطاع الصحه قرات حاجه سموها باراميديكال، دارت كونكور. المهم قراوها القوانين وقراوها اخلاقيات المهنه. سما المختص المفيد تعرف ما هو الحلال وتعرف ما هو الحرام. والتصوير الناس نعرفوا باللي حاجه ممنوع منعا باتا، سما هذه حاجه تتحاسبي عليها قانونيا. معليناش هي حلت لايف وقاعده تصور في هذاك الشخص وديرت له سكوتش وقعدت دايرينه في بورصه وقاعدين في سكوتش يدوروا فيه، تحسب راهم يسكوتشوا فيه في مقله. والله على بالكم باللي جوغ انا كي شفت هذاك الفيديو جوغ انضريت، جوغ اللحم تاعي حكمتني قشعريره عليها. قلت لكم باللي فما بالك هذاك الانسان اللي يخدم تمك ويشوف هذوك الناس المرضى قدامه هكا يتنفسوا ويداويهم من بعد غدوه يقولوا مات. فهمتوني؟ يعني مشي سهله. جوغ انت راك متواجد في بلاصه تشوف فيها الصغير والكبير، قاع الناس، قاع المراحل العمريه، قاع انواع الامراض. بعد غدوه كل يوم تسمع هذا مات هذا مات هذا مات هذا مات. جوغ مشي حاجه سهله باش تحلي لايف وتصوري الناس وتقولي كذا وتقولي تفتي وديرينا فتاوى على الهواء وتقولي باللي مات على الشهاده سنة الحياة وكذا وكذا. اي انسان يموت على الشهاده ويشهد على شتو واحد يموت نتوما ما يشهدش. وزيد حسن الخاتمه وما حسن الخاتمه، على بالنا بلي الدنيا فانيه وحسن الخاتمه. مشكل هي تهضر على حسن الخاتمه وهي دايرتها كحله قاعده تصور في بنادم كان قدامها كانت تداويه كي مات. راحت كيما قالك عرقت دارت لها كيما دوك الناس بكري يقولك باللي مين كان حي ما شافوش ومين مات داروا لها عرجون تمر. راكو تعرفوا هذوك المثل الشعبي. اي جو هذه تدعى على حسن الخاتمه وهي بنادم مات قاعده تصور فيه، ما على بالهاش باللي هذه تتعاقب في الدنيا وفي الاخره باللي بنادم مات. جو راكي ديري له في هذيك الطريقه هكا سكوتش والبوسه، عبك باللي هاد الصوالح عيب، هاد الصوالح حرام. تخيلوا باللي نتوما هذاك الراجل حطوا غير فيه، تخيلوا صغيرين ايماجينو انا ولا نتوما باللي هذاك الشخص بوكم ولا خوكم ولا جدكم ولا راجلك ولا هكا تشوفي كيما هكا الشيره دايره اللايف وقاعده تهضر في هضره كيما هكا ودايره فتاوى على الهواء بالسكوتش مقله. هذه راكي تسكوتشي فيها ولا راكي تسكوتشي في كاي ولا ما؟ هذا عيب وعار هاد الصوالح. هذا انسان مات وربي يرحمه وربي يغفر له، على بالنا بلي سنه الحياه. ما فهمتش على تبغوا تدخلوا نيه في الهبال وتبغوا تلعبوا دور الضحيه. قولي خوتي خواتاتي انا ما عنديش، عاونوني باغي ندير تيك توك باغي ندخل دراهم وصاي. على تقولي تقولي لنا مات على الشهاده وحسن الخاتمه، كلي نتيا راكي تدخلي الناس الجنه وتدخلي الناس للنار وتفتوا وتقولوا بلي الحياه فانيه. سما من الحياه فانيه ودوك الصوالح ما على بالكش بلي كتصوري بنادم ميت والناس اهل هذاك الميت من يشوفوا هذاك البنادم في هذيك المرحله يزيدوا يمرضوا اكثر. اسكو هاد الحاجه ما على بالكش منها باللي هذوك الناس يزيدوا يمرضوا اكثر ويزيدوا ينضروا؟ حاجه الاولانيه انت هكا تحرمه الميت. ثاني حاجه دارت حاجه اللي يعاقب عليها القانون وهي ممنوع تصوير الناس بدون رخصه، باسكو هذاك البنادم سيبو مات ما كاش اللي قالها صوريه.
وحاجة الثالثة تعدت عن القانون الداخلي للقطاع الصحي. وزيد دايره تيك توك، وزيد من قبل ديجا انا مي دخلت تيك توك تاعها شفتها قايسه تصاويرها في نفس السبيطار، سما ديجا كانت دايره كانت توجور دير هكا لي لايف شوارع ماشي حاجه كيما نقولوا لي، بصح كانت توجور تتصور تماك، سما هما ماهمش يروحوا ما راهمش يروحوا هما تماك ما راهمش يروحوا يخدموا، راهم يروحوا باش تيك توك ويديروا لي لايف ويهضروا ويديروا الغنى. سما في بلاصه اللي فيها الناس تموت ويشوفوا كل يوم الموت ويسمعوا كل يوم كوارث صادمه عن الحياه وعن المؤاسات وعن الناس اللي مريضه في صحتها، هما نورمال يحلوا لايف تيك توك، اي تيك توكي نورمال غنى يرقصوا. وزيد شي خارجه في لايف وتقول بلي انا ما درت والو ونورمال وغادي نتحاسب بالقضاء عادي، تهدر وكانه ما صاري ولا شيء، تهدر نورمال قلبها بارد وتقابح. كون جيت انا كيما كيفك كوراني دخلت كوراني كسلت كوراني حفرت قبر روحي دخلت روحي فيه، دايره كوارث ودايره الزبايل وتهضري نورمال وتقابلي في الناس. دوك انا تاني دروك نجيب لك امك ونجيب لك اختك ونديرهم في بورصه ونقعد نسكوتشي فيهم، اي نقولهم انا طريقه تجهيز الميت. وحاجه واحده اخرى اللي باغي نهضر عليها، راكي تقولي طريقه تجهيز الميت، انا طريقه تجهيز الميت سواء انا ولا سواء غيري من غادي يتفرج هذاك اللايف فاش غادي يستفيد؟ اسكو غادي يدخلوني نخدم من نعرف نجهز الميت ندير له سكوتش ولا في بورصه، ولا اسكو غادي يمدولي جائزه نوبل ولا ما فهمتش، ولا باغي ندو الاكسبيريونس؟ سما دوك انا دروك ثاني ندفع السي في تاعي في كالسبيطه نقول لهم اي خوتي نعرف نجهز الميت، اي دخلوني نخدم، دوك غدوه نولي نخدم. فاش غادي انا هاد الحاجه فاش غادي تنفعني ولا فاش غادي تفيدني؟ انا حاجه هادي ما تفيدنيش. فاش كنتي قادره توصلي الميساج ديري هكا ديري مانيش عارفه انا بينك وديره تقولي خوتي اليوم كتعدنا حالك انا مريض كدا من نملي شو ولا تهضري بوجهك بدون ذكر الاسم غير هكا تحكي كيما نقولوا حكايه، بصح ماشي توري السيد على اصلا ديجا بنادم يموت نعرفوا يعني كيفاش يديروا، ماشي حاجه اللي تغيب علينا ولا تورينا ولا تفهمينا. على بالكم باللي الوقت اللي وصلنا له سي غراف. انا شفت الفيديو ونضريت وين حاله هي هذاك البنادم كانت تشوفه قدامها كل يوم. ما فهمتش انا هادو كيف راهم يخموا، ما فهمتش خوتي. من هذا المنبر بغيت نقول بخاطر الجايه من تبغوا تخدموا في اي بلاصه ولا تروحوا اي مكان عرفوا القوانين تاعكم وعمركم ما ديروا حاجه اللي تطيحوا في الخلطه اللي تدفعوا عليها الثمن. انا من هذا المنبر ماذا بيا كما قال لك القضاء ياخذ مجراه مع هذا الشيره، ومن الاحسن ينزعوا لها رخصه التمريض باسكو على حساب شوفه غادي يولوا كل يوم يخرجوا لايفات كيما هكا، وهذه غادي كون ما تتحاسبش غادي العمليه تعاود تصرى ويولوا كاع يستغلوا فرصه الموت باش يديروا ترند في التيك توك ويدخلوا الدراهم ويطلعوا الكونت تاعهم ويرسلوا لهم الورود الى اخره. من هذا المنبر نقول لكم حرجوا رواحكم وكونوا قد المسؤوليه، كونوا قد اداء المهام تاعكم وما تطيحوش في الغلطه.